سلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنحضروا مع بعض واحد الوجبه لذيذه وخفيفه ومحبوبه عند الجميع، وهي وجبه الزعلوك بالخضر مشويه في الفرن. اذا البنات الكل كيعرف يحضر الزعلوك، غير كتبقى الطريقه مختلفه من وحده للاخرى. نبداو هنا بسم الله على بركه الله. كناخذ الباذنجان ديالي وكنوضع فيه فتحات بالسكين على هاد الطريقه هذه باش ما يتفرقعش ليا في الفرن. على فكرة اخواتي، الكمية ديال الخضر كتبقى على حسب عدد افراد الاسرة اللي عندك في البيت. انا هنا اكتفيت بواحد جوج الباذنجانات كيف ما كتشوفوا معايا، وفلفله وحده وقرعه وحده. اذا هنا اخواتي بعد ما فتحت الباذنجان ديالي كناخذوا واحد الصينيه وكنوضعوا عليها هاد الورق ديال الزبده، كنزلوا في هذيك الخضر. انا سبق لي اخواتي وسخنت الفرن ديالي، ضروري خصو يكون سخون باش الخضر كطيب دغيا، يعني ما كتحتاجش وقت كثير، يعني 10 دقائق كتكون موجوده الخضر ديالك. وضعت الخضر على هذه الطريقه هذه وكندخلها للفران حتى كطيب مزيان وكنزولها من الفرن. اذا الخضر ديالي اخواتي كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وكتكون سهله جدا باش تزولي لها ديك القشره ديالها، ما كتطلبش واحد المجهود. اذا اخواتي هذه هي الخضر بعد ما نقيتها. انا خليت بعض القشر ديال الباذنجان كيف ما كتشوفوا معايا، لان كيعطي واحد المنظر زوين في الزعلوك ديالنا. وعلى فكره اخواتي، بالنسبه للطماطم انا سبق لي وموجدها عندي في الثلاجه، يعني نتوما ممكن تاخذوا مع هاد الكميه هذه اللي درت انا واحد جوج ديال مطيشات كبار، وكتوضعوهم مع الخضر في الفرن كتشوى، راه كتعطي واحد النكهه زوينه للزعلوك ديالنا. كيف ما قلت لكم ضروري تشوي واحد جوج الطماطم مع الخضر في الفرن. هنا اخواتي كيف ما كتشوفوا انا كنقطع الباذنجان ديالي على هذا الشكل، راه كتشوفوا انها الخضر يعني طابت مزيان في ظرف وجيز. كنوضعوا الخضر ديالنا الباذنجان ديالنا في واحد الاناء على هذا الشكل حتى كنقطعوا الخضر ديالنا كامله، وعاد كنقدروا نوجدوا الزعلوك ديالنا. هنا كنقطع الفلفل الحلو ديالي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، حتى هو راه طيب مزيان في وقت قليل. قطعته انا على الطريقه هذه. كنوضعو حتى هو في الاناء مع الباذنجان، وكنستمر اخواتي في التقطيع. كنقطع القرعه ديالي على هذا الشكل حتى هي، كنستمر في التقطيع وندوزو من بعد نشوفوا التتمه ديال الوصفه ان شاء الله. هنا اخواتي عندي الثوم، 3 ديال الفصوص ديال الثوم شويتها فوق البوطه وكنخليها حتى كتبرد وكنقشرها وكنمسها بهذه الطريقه هذه. راها سهله باش تضغطي عليها غير بالسكين، كتجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كتعطي واحد النكهه زوينه ولذيذه للزعلوك ديالنا. هنا عندي واحد النصف ديال الليمونه حامضه، ممكن اخواتي تستعملوا الليمون المصير، انا ما عنديش، اكتفيت بهذا الليمون طريح حتى هو كيعطي واحد النكهه زوينه. هنا شحرتهم في هذه الزويته هذه وكنحاول ما نحرقش الزويته، يعني وضعت الليمون مع القليل ديال الملح، يعني القليل ما كنكثرش الملح لان عندي الليمون محمض. ووضعت الثوم ديالي ومن بعد كنضيف الخضر ديالي على هذا الشكل، يعني الطريقه سهله جدا. والخضر اخواتي راها عفوا الخضر راها طيبه مزيان، ما كتحتاجش واحد الوقت كثير فوق النار. هنا اخواتي كيف ما قلت لكم عندي الصلصه ديال الطماطم، انا هنا درت 3 ديال المعالق كبار
نتوما 2 مطيشات كبار كافيين. الا شويتوهم مع دوك الخضر وطحنتوهم كيعطوكم واحد الصلصه زوينه. هنا كنبدا ندير في التوابل ديالي. يعني عندي هنا الفلفل الحلو يعني التحميره او لا بابريكا تقريبا ملعقه ونصف. الكمون كذلك كندير 2 المعالق. صافي هذه هي التوابل اللي كنكتفي بها انا في الزعلوك. هنا عندي الفلفل الحار كنوضع منه واحد القليل، كتبقى على حسب الذوق ديالكم اخواتي. انا ما كنكثرش. وعلى فكره هذا الفلفل هذا الحار راه ماشي حار بزاف، عندنا كناخذو يعني شيئا ما حلو ماشي حار بزاف. صافي وكنشحر هذيك الخضيره ديالي مزيان حتى كتنضج معايا، وندوزو من بعد ان شاء الله نشوفوا كيفاش غتجي الوصفه. هنا بعد ما طاب ليا الزعلوك ديالي كنوضع واحد النصف ديال عصير ليمونه حامضه. هادشي علاش انا ما كنكثرش الملح في الزعلوك، لان نكثر الحامض. سبق لي وضفت نص ليمونه حامضه. وهنا اخواتي الطبق ديالنا اصبح جاهز على هذا الشكل هذا. كنتمنى انه يعجبكم اخواتي، وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما بقى لي ان شاء الله الا نودعكم ونقول لكم السلام عليكم. فيديو